السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأحباب ديالي، مرحبا بكم معايا في هذا النهار. أولا إن شاء الله نبداو بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. كنرحب بالناس جداد اللي انضموا للقناة، كنقول لهم مرحبا وألف مرحبا. القناة قناتكم، شرفتوني ونورتوني. غنبداو على بركة الله. إن شاء الله اليوم غنصايبوا بعض الأفكار اللي كنحتاجوها بزاف. خصوصًا دابا، يعني كاينة شي حوايج اللي هي موسمية كتكون في الوقيتة ديالها شوية رخيصة. غنبداو على بركة الله. نتمنى تبعوا الفيديو إلى الآخر، وكنشكركم بزاف، وما تنساوش اللايكات ديالكم وتعاليقكم باش تشجعوني في هاد المسيرة إن شاء الله. وشكرًا لكم، وكملوا معايا إلى الآخر. غنبداو على بركة الله. انا خديت مطيشه اولا طوماط سوغيز. كنت لقيتها رخيصه شويه. في هاد الوقيته هذه كتكون شويه رخيصه، دايره غير 3 ديال الدراهم تقريبا، اولا 2 دراهم ونص على حسب المناطق يعني. هاد الوقيته كنستغلوا الحوايج اللي هي رخيصه شويه، كنصايبوا بها شي حويجات اللي كنحتاجوها من بعد. خديت مطيشه، غسلتها، درتها في واحد البانيو كبير. غسلتها مزيان ودرتها في شبيكات، تقطر مزيان من داك الماء. ونظفتها مزيان، ومن بعد فاش كتنشف مزيان من داك الماء اللي فيها، حيت ما كنديروها كطيب في واحد الطنجره اللي تكون شويه كبيره، اللي غادي تاخذ ليا القياس كامل. انا كنت خديت شي 6 كيلو تقريبا، هي اللي كنت خديت. درتها في واحد الطنجره كبيره، ما زدت عليها لا ما لا والو، يعني كطيب غير بالماء ديالها باش كطيب. كنديرها في ديك الطنجره، وكندير عليها كنشعل عليها البوطه غير شويه، ماشي مجهده بزاف، وكنخليها تبدا طيب. كنزيد ليها ملي كتبدا تهبط شي شويه، كنزيد ليها واحد المعلقه صغيره ديال الملحه صافي، وكنخليها كطيب شويه حتى كتهبط كامله مع التحراك. تنبدا نحرك فيها بشويه بشويه حتى كنحس بها طابت مزيان صافي، وكنخليها. من بعد فاش تطيب نخليها تبرد. انا زربت عليها الصراحه، ما خليتهاش بردات بزاف، لانني هذا هو. لانني كنبغي نصايب الحاجه في الوقت ديالها، يعني كنبغي نسالي من واحد الحاجه، ما عنديش الصبر باش نقول نخلي حتى الصباح. دائما هذا هو الديفو اللي عندي، انني ديما كنزرب. كنبغي نسالي الحاجه كنبداها، وكنبغي نساليها دغيا. غنطحنوها في الخلاط الكهربائي اولا بالميكسور، اللي بغى يستعمل الميكسور في وسط الطنجره اللي حنا طيبنا فيها. ونصفيوها في واحد الصفايه باش نحيدو ديك الزريعه اللي كتكون فيها، وديك القشره اللي تتبقى لينا حتى تتصفى مزيان. وفي الاخير كنردها في الطنجره اللي طيبت فيها في الاول، وكنشعل عليها البوطه، وكنخليها تبدا تغلي حتى كتقال مزيان. نبدا نحرك فيها بعض المرات، مره نبدا نحرك فيها حتى تتقال مزيان صافي، وتنخليها تبرد صافي. وكنولي نديرها في العلب اللي بامكاني نحطهم في الكونجيلاتور وصافي. والنتيجه الاخيره هي هذه، كتجي الطوماط ديالنا كتجي بحال هكا، لاصوص ديالنا كتجي بحال هكا. كنستعملوها في البيتزا اولا في لي باط اولا في الحريره اولا في بزاف ديال الحوايج، يعني بدون مواد حافظه. شي حاجه اللي حنا صايبناها في الدار، اللي الصراحه الحاجه اللي كنصايبوها في الدار ماشي بحال اللي كنشريوها من على برا، يعني كتجي شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو نصايبوا الفلفله ديالنا اللي شريتها رخيصه حتى هي. دابا في هاد الوقيته هادي شويه رخيصه، خديتها غير ب3 ديال الدراهم. غسلتها مزيان، درتها في الشبيكه حتى نشفت من الماء، وحيدت لها ديك الزريعه اللي فيها وديك الطريبشات اللي تيكونوا لاصقين دوك الطريبشات ديالها صافي. وتنقطعوها على شكل طولي، ومن بعد كنوليو نقطعوها طريفات صغيورين. انا خديت الفلفله منوعه، يعني فيها الحمراء وفيها الخضراء، قطعتها طريفات صغيورين، لان كنحتاجوها في البيتزا اولا في الخبيزات اللي كنكونوا عمرناهم، اولا شي حوايج اللي كنكونوا دائما كنبغيو الحاجه اللي تكون هي واجده مسبقه، بلا ما كنبقاو حتى الوقيته اللي تنبغيوها وعاد يعني كنصايبوها. وشي مرات كتكون هاد الفلفله هذه شويه غاليه. ومن بعد درتها في البلاستيك الغذائي، حطيتها فيه وخليتها جمدات غير شي شويه، يعني واحد شويه ديال الوقت. جبدتها بديت كنحرك فيها يعني باش تفرتت، باش فاش كنبغيها كان يعني باش كناخذ القياس اللي بغيت فيها. دابا غندوزو نصايبو واحد الحاجه اللي زوينه بزاف. انا الصراحه صايبتها وعجبتني بزاف. نتمنى تعجبكم حتى نتوما هاد الفكره. خديت التفاح. غادي نصايبو التفاح معسل. خديت التفاح تقريبا 1 كيلو ونص تقريبا ديال التفاح، وحامضه ونص. غسلته مزيان، غسلت التفاح مزيان، حطيته في شبيكه يقطر. وداك التفاح كنحاولوا انه يكون التفاحه تكون ما مضروبه لا من الداخل لا حتى شي حاجه، تكون تفاحه اللي هي مزيانه.
خديت واحد البانيو درت فيه شويه ديال الماء وبديت كنعصر في داك الحامض بحال هاد الشكل هذا. عصرت الحامض بالقشره ديالو، كنعصرو وكنقطع حتى القشره ديالو كنديرها كنستعملها. بامكاننا نستعملو حتى عصير الحامض، يعني غير العصير ديال الحامض كافي. انا استعملته بهذه الطريقه هذه. كنديروه باش ما يتاكسدش التفاح، باش يبقى في اللون ديالو الطبيعي ما كيتبدليش اللون. صافي كنقشر التفاح، القشره الفوقانيه كنحيد غير القشيره الفوقانيه، وديك اللعيبه التحتانيه حتى هي كنحيدها، وكنحافظ على داك العويد ما كنحيدوش. صافي وكنحط التفاح في داك الماء اللي درت فيه الحامض ونخليه تما. ومن بعد كندوز للمرحله المواليه. غادي ندير واحد كاس ديال الماء ديال كاس العنبه وجوج كيسان ديال السكر سنيده، يعني بكاس العنبه باش عبرت، وواحد معلقه صغيره اولا غير شي شويه ديال الملحه باش كيتهرس لينا الجهد ديال السكر في واحد المقله اللي تكون شويه كبيره باش تجينا تفاحه حدا تفاحه. ما يمكن ليناش نديرو تفاحه فوق من تفاحه، يعني كنسرحوه فوق منها. صافي وتنبدا نحرك في داك السكر مزيان تنحركو، والعافيه ما تكونش مجهده بزاف. كنبدا نحركو حتى كيذوب لينا داك السكر بالكامل. كنزيد واحد القشره ديال الليمونه محكوكه اولا برتقاله محكوكه، بامكاننا نسمو بالقشره ديال الحامض حتى هي. صافي وكنطفي البوطه من بعد فاش كنبدا نحرك فيها غير شويه على ما كيندمج ليا داك الخليط. صافي وكنطفي عليه البوطه ونخليه واحد شي شويه. هنايا فاش برد هو دا فين بدا تيتقل، غادي نعاود نولي نشعل عليه. غنسد في التفاح في ديك المقله، غنبقى نستف وحده حدا وحده، وتنبدا نغطي التفاح شويه بداك السائل. كنبقى ندوزو فوق منه، نبدا ندور التفاحات بعض المرات بشويه بشويه، وما نساوش البوطه ما تكونش مجهده بزاف. يعني كنبقى نقلب في داك التفاح بشويه بشويه حتى كيطيب. الطياب ديالو تقريبا كيستغرق واحد 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه، ماشي بزاف ديال الوقت، يعني راه كيطيب دغيا. كنبقى ندور كل مره ندور التفاحه حتى كطيب من الجوانب كامله. هاد التفاح هذا يمكن لينا نزينو به الاطباق ديالنا، يعني في اللحم عوض ما نديرو البرقوق او لا نزينو به اللحم ديالنا. تنسمو بالاعواد ديال القرنفل او لا بالباديان، هو باش كنسموه. وراه غير شويه كطلع واحد الكشكوشه هي اللي كتساعدو باش كيطيب التفاح يعني دغيا. صافي من بعد كنطفيو عليه البوطه فاش كنحسو به طاب مزيان. كنطفيو عليه البوطه، هو راه دغيا تيطيب الصراحه. التفاح ما كيحتاجش مده طويله باش غادي يطيب. صافي وكناخذوا واحد البواطه تنستفوه فيها وهو باقي سخون. تنستفو وحده حدا وحده، ما يمكن ليناش نحطو وحده كل وحده فوق من وحده، يعني باش ملي كنحتاجوهم كناخذوا كل وحده بوحدها. فاش كنكونوا دايرينه في المجمد اولا فاش كيبرد. صافي وكنخوي عليه داك السائل اللي بقى من الفوق. بامكاننا نحتفظوا به في المجمد الا كنا غنحتاجوه واحد المده، يعني مده طويله عاد غادي نستعملوه، اولا نحتفظوا به غير في الثلاجه هكاك، يعني الا كنا بغينا غير في ايام قليله. صافي والنتيجه النهائيه هي هذه، كيجي تفاح معسل بهذه الطريقه هذه. نتمنى ان الفكره تنال اعجابكم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش لي لايك واشتركوا في القناه، والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.